السلام عليكم حبايب قلبي، يلا بينا في حلقة جامدة جدا من أمنية وإن تحققت. بس ما انساش اللايك الجميل ودعمكم للقناة، وقبل كل ده الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وبنبدأ حلقتنا بالجميلة أبير بتطلب من مامة أرمان وبابا يرجعوا بقى على المنزل عشان الجدة رجعت خلاص من المستشفى ومحتاجة رعايتهم. طبعا بيكونوا مش عايزين يروحوا أبدا عشانها هي، وكمان الجدة بتقول مش عايزة صداقة من حد. لكن بتقول لها يا جدة انت مش فاهمة، بتبص لها قوي بتقول لها أنا قصدي ان هم يعني لازم يكونوا معاكي وانتي كمان محتاجة لهم. بتحاول ان هي تقنعهم وتقول لهم ما تقلقوش، انا جنبكم، هروح فين لو في اي حاجة طبعا هلجأ لكم. لكن ارمان مش عايز يسيبها خالص، بتقول له يلا بقى روح يعني عند جدتك. طبعا بيحاول كده يعاكسها من بعيد، وكمان بيكون عايز يفضل معاها لكن بتكون مصممة وبتحس بالوحدة الجميلة. لكن بقى روحي بتروح على المنزل وبتلاقي الجدة منيش كمان والجدة والعمة متضايقين جدا منها، كنت فين، وبيعرفوا بحادث الجدة. لكن الجد مانيش بيقول لها ما كانش يعني في داعي ان انت تفضلي كل ده، ادم بقت كويسه كنت جيتي من وقت طويل، انت هناك عشان ارمان. هي كمان بتعترف وبتقول ادم في امل يعني هيفضل موجود الحب لغايه ما ارمان وابيره يتجوزوا. طبعا يكون الجد مصدوم من الكلام، والجميله ابيره بقى بتحس ان هي لوحدها وهي بتاكل لوحدها يعني. لكن ارمان مش هيسيبها، بيقول لها انت فاكره نفسك هترتاحي كده من غيرنا؟ بيجيب الاطفال وبيروحوا كمان عشان يعني ياكلوا معاها. وكمان أرمان بيقول عايزين نعمل أي حاجة عشان نقنع الجدة بالزواج بتاعنا. بهيرة طبعا بتقول له مش دلوقتي، هي لسه تعبانة. طبعا كل واحد من الطفل بيقترح اقتراح، وبتيجي فكرة جميلة جدا في دماغ الجميلة أبيرة كالعادة يعني. وكمان بيكونوا متفقين مع بعض، بيفضلوا كده يتكلموا بصوت واطي، بيعملوا كده يعني خطة عشان الجدة توافق على الجواز. في الوقت ده السيدة كفيري بتكون نايمة في غرفتها. كمان روهيد بيجي عشان يطمن عليها من بعيد، بتحس ان في حد غريب لكن بيختفي على طول. والجميل أرمان بيشاور لكريش يلا سيبونا بقى لوحدنا شوية، بيزحلقهم طبعا وبياخدوا كمان كيارة. وأميرة بتقوله مش هتمشي ولا ايه؟ بيقولها لا هفضل معاكي، بتكون مصممة. لكن أول ما النور طبعا يعني بيتطفى بيفضلوا هما الاتنين مع بعض على طول. بيكون في رومانسيات، وكمان أرمان بيفتح كشاف الموبايل بيقول لها هو في حلاوة كده، بيفضلوا قريبين من بعض جدا. وبتيجي بقى أميرة بتقول له أنا جايبة لك هدية، تديله أول راتب ليها. بتقول له ما قدرتش أدي لك ساعة التدريب أي شيء، لكن المفروض أدي يعني الراتب ده لأمي، لكن أمي طبعا مش موجودة وأنت بقيت عائلتي دلوقتي. أرمان بيكون سعيد جدا وبيقول لها أنا فخور جدا بيكي. بتقوله طبعا المبلغ قليل جدا، لكن بيقول لها لا بالعكس، أنا هاخد يعني منه وأجيب أشياء كتير. بيقول هجيب قميص واكل الاولاد واجيب لهم كمان يعني حلويات. بيبين لها يعني ان الفلوس يعني ليها قيمه. طبعا بقى اول ما بيتقرب منه النور بيجي، بيقول هو وقته دلوقتي، وبتكرشه على طول بتقول له يلا بقى في الخارج. بيضحك أرمان وبيخرج بيقول لها مش هنسالك الموقف ده أبدا. وبتظهر السيدة كفيري أول ما الخادم بيديها الحلوى، بتكون فرحانة جدا عشان هي بتحب الحلوى بتاعت المعبد اللي جاي لها منه يعني الحلويات. طبعا الرهيط اللي بيكون جايب الحلويات دي واقف من بعيد، هي بتحس ان هي تعبانه كده وعايزه يعني الماء. روهيد بيكون هيتحرك ويدخل، لكن بيجي ارمان وبينقذ الجده. طبعا ارمان بيقول لها يلا نلعب مع بعض، بتقول انا تعبانه. بيقول لها ايه يعني، انا هجيب لك ملعب الجولف هنا لغايه عندك. بيعمل لها يعني كل حاجه يحسسها ان هو في الملعب، لكن بتبص له كده وبتفتكر قد ايه هو بيحب أبيرة وكان ضدها كتير وانفعل عليها. بتقول له كنت بلعب اللعبه بعذر اني اكون قريبه من حفيدي، لكن خلاص حفيدي دماغه في حته تانية واختار كمان الفتاة دي، ولو عملت اي شيء برضك انا مش هوافق على الزواج ده ولا الفتاة كمان. أرمان بيكون متضايق وروهيد بيكون سامع وشايف كل شيء. أميرة بتقول له يعني هون على نفسك، احنا عملنا محاولة بس من 16 مثلا محاولة، لسه فاضل 15. بيقول لها لا الجد مش هتقتنع خالص يا أميرة، لكن بتقول له صدقني هيجي وقت وكمان هتقتنع بينا وهتعمل لنا كمان العرس بإيديها. بتحاول تهون عليه وبتشغل له أغنية وبتفضل كمان ترقص كده حواليه عشان ما يتضايقش. هو كمان بيكون سعيد وبيحضنها وبيقول لها شكرا جدا على الحلويات اللي جبتيها للجدة. بتقول له لا انا ما رحتش المعرض وما جبتش اي شيء. طبعا بيكون مستغرب جدا، معقول مين اللي جاب يعني الحلويات دي من المعبد للجدة؟ بيسأل كريش وبيسأل كذا حد من الاطفال، كلهم بيقولوا لا استحالة، والعم كمان مش فاضي عنده قضية. بيسمع بقى الجدة كمان بتقول لكيارا هو في حد زارني في غرفتي بالليل؟ اكيد يعني كان بيتهيأ لي. كيارا بتقولها اكيد يعني من العلاج ليه آثار جانبية. أرمان بيحط الموضوع في دماغه وعايز يعرف مين. بيروح على النافذة عند الجدة وبيحس إن في بصمات، وإن في كمان بصمات أقدام، فكده يعني ممكن يكون حد بيحاول يدخل للجدة وكمان يأذيها.
بيحكي لأميرة على كل شيء وبيقول لها إن هي حست كمان إن في حد موجود في المستشفى، بتقول له خلاص لازم نروح للمستشفى حالًا كمان ونشوف الكاميرات، هي كمان بتكون يعني متضايقة جدًا عشان هو ساب الرفاهية وكمان والسيارة عشان حبهم، بيقول لها بس أنا مبسوط جدًا، بيكونوا راكبين طبعًا عربية يعني زي عندنا كده توك توك، وكمان بيشوفوا في الكاميرات إن في شخص كده ملثم كان موجود ودخل كمان غرفة الجدة، بيروحوا على طول بقى على المستشفى عشان يسألوا الممرضة. في الوقت ده الجد منيش راكب السيارة مع روحي وبيشوف كمان أبيرة وأرمان وبيقولوا روحي اللي أنا شفتهم مع بعض، واستحالة كمان أرمان يبعد عنها. بصي بيحارب العائلة ازاي علشانها، لكن انتي بعد عنك خالص واختار العائلة. روحي بتكون متضايقة لكن بيشوفوا كده ان في حادث. طبعا روحي بتقول للجد خليك انت يا جد وانا هنزل اشوف في ايه. في الوقت ده أبيرة وأرمان بيكونوا في المستشفى ولقى الممرضة اللي كانت بتتكلم مع الشخص الملثم، وكمان هي مش فاكرة هو اسمه ايه. روحي بتنزل من السيارة عشان تشوف الحادث. الجد مانيش بيحس إن في حاجة غريبة هتحصل، وكمان أبيرة وأرمان الممرضة بتنادي عليهم وبتقول لهم اسمه روهيت، طبعا بيصدموا جدا. وكمان الجد مانيش بيسمع روحي وهي بتصرخ وبتقول روهيت، بينزل هو كمان وبيلاقي روهيت عامل حادث. في نفس الوقت أرمان بيكون مصدوم، معقول يا أبيرة ده روهيت يعني أخويا؟ طبعا أبيرة بتقول له ممكن، لكن بيقول لها مش عايز طبعا أخد آمال يعني كاذبة وكمان أكون أخاف جدًا ومتضايق. الجدة بقى والعائلة كلّها بيكونوا مبسوطين إن الجدة نزلت كمان تغيّر جو، لكن كمان الكهربا بتقطع في المنزل، وبيتفاجئوا إن أبيرة وأرمان جايين كده يصرخوا وبينادوا على الجدة. أرمان عايز يقول لهم إن روهيت رجع أو هو شاكك إن هو رجع، لكن لسه هيتكلم، وكمان أبيرة بتقول أنا هاتكلم بداله. يتفاجئوا بقى إن روحي بتصرخ وجاية كمان تقول يا جدة، طبعًا بتشاور على الباب مش قادرة تتكلم. بييجي بقى الجد مانيش وهو داخل، وكمان هم مش عارفين إيه اللي حصل، كلّهم شغّالين الكشافات، لكن بقى بيتفاجئوا إن في حد على كرسي متحرك وكمان الممرضين معاه. أول ما النور بييجي طبعًا بيتفاجئوا إن هو روهيت على طول، كلّهم بيكونوا مصدومين مش مصدقين اللي هم شايفينه. الجدع هتقع كده من طولها، وكمان أرمان بيكون يعني في اندهاش. طبعًا بنفتكر بقى روهي لمّا شافته وهو متصاب وودته كمان المستشفى ورجعوه بقى يعني فاقد الوعي، لكن الدكتور قال ما تقلقوش فاضل يومين يعني ووعيه كمان هيرجع. أرمان بيكون فرحان جدًا وبيحضنه وبيفتكر بقى لمّا كان يعني قريب منه، كل واحد بيفتكر ذكرياته مع روهيت، وأبيهيرة كمان بتفتكر قد إيه روهيت كان لطيف معاها، وكمان السيدة فيزيا بتكون فرحانة وبتفتكر قد إيه يعني هو كان دمه خفيف وبيحبها. كلّهم طبعًا بيفتكروا ذكرى كانت ما بينهم وبين روهيت، مش مصدقين معقول بجد هو روهيت اللي رجع. كلّهم بيكونوا متأثرين، وأنا أول مرّة أشوف المحامي سانجاي وهو متأثر كده. السيدة فيديا بتقرّب من روهيت مش مصدقة خالص معقول هو، بتلمسه كده بإيديها وبتكون سعيدة جدًا، وكمان الجدة مش مصدقة نفسها. الجد منيش بيقول لهم لو سمحتوا بقى هو تعبان لازم كمان تودوه على غرفته. طبعًا كلّهم بيكونوا مصدومين جدًا، الممرضين بياخدوه فعلًا على الغرفة، بيحاولوا يهدّوا كده الجدة، وأرمان بيكون مصدوم بيبُص لأبيرة الجميلة من بعيد كده. وروهي بتكون بقى متضايقة جدًا، هو فاضل يعني إن روهيت يرجع عشان يبعدني كمان عن أرمان، بتكون متضايقة جدًا. لكن بقى اللي فرحانة أكتر واحدة طبعًا فيديا، والجدة طبعًا كفيلة، بتشيل بقى إكليل الورد اللي كانت حاطاه على أساس إن هو متوفي، وتاكل كمان الحلويات، وفيديا كمان بتشكر الإله إن روهيت رجع. طبعًا كلّهم فرحانين جدًا وكمان أرمان، وإلى اللقاء.